خطفها شغفها بالتصميم والأزياء والألوان، تخصصها في الترجمة الفورية التي درستها في اسكتلندا. صحيح، ولأنها كانت ملفتة دائما في اختيار ملابسها وطريقة تنسيقها، حولت هذه الهواية إلى مهنتها وأسست أيضا علامتها الخاصة. صحيح محمد، أطلقت إذن بلاك كراون أو التاج الأسود من قرابة ال4 سنوات، التي تقدم من خلالها تصورها الخاص للمرأة الأنيقة والعصرية، انطلاقا من العباءة الكلاسيكية التقليدية مع نفحات من الكيمونو الياباني التقليدي. هي جريئة وتحب التميز وتتوجه إلى المرأة التي تبحث عن التفرد، لكن مع المحافظة على الطابع المحتشم. صحيح، للحديث أكثر يسرنا أن نرحب بالمصممة نهاد السمرائي. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. سعد صباحك أستاذة نهاد، وشكرا تلبيتك دعوتنا. أكيد. صباح النور، وإلي الشرف أكون في برنامجكم في تلفزيون دبي. العفو، أهلا وسهلا فيك. ما شاء الله، يعني متعددة المجالات أنا ممكن أطلق عليك. يعني اليوم أنت استهواك علم التصميم أو عالم التصميم عفوا، ولكنك درستي أيضا الترجمة الفورية وعملتي في مجال العقار. نعم. يعني كيف تقدرين اليوم تنسقين بين هوايتك وأيضا عملك؟ أولا الدراسة شيء. صحيح. الدراسة والتخصص في مجال الدراسي شيء. هو طبعا أنا حصلت الماجستير في الترجمة الفورية، ومن ثم عملت كموظفة بعد هاي المرحلة الدراسية للخبرة في قطاع النفطي والاستثمارات البترولية الدولية، ومن ثم طبعا أعطتني الخبرة. دخلت في أسست شركتي العقارية، هي كانت في أبو ظبي، إمارة أبو ظبي، وطبعا بمساعدة شوية من الوالد لأنه هو في قطاع البناء، مهندس معماري ما شاء الله. أيضا فكنت أستعين مع يعني منه ببعض الشغلات، ولكن بفترة من الفترات حسيت الكل في أثناء عملي يشوفون القطع، لأني أنا كثيرة السفر. يشوفون القطع يقولوا لي أنت من وين تجيبينها، مثلا من وين طريقة التنسيق، ليش ما تسوين لاين خاص بالأزياء، لأن نحن كبنات وأيضا من الإمارات نلبس هاي الأزياء ونريد نحدثها أكثر. صحيح. طبعا هي العباءة الإماراتية كعباءة سوداء لا يعلى عليها، هي عباءة الأسود سيد الألوان، ولكن في الوقت الراهن ولها خصوصيتها. يعني نعم. وهي تقليدية لها خصوصيتها، يعني ملكية. فالتغيير أيضا مطلوب، يصير في ملل، في كسر للروتين. بدينا نسافر بكثرة مع صديقاتنا، فيريدون يكسرون من العباءة إلى زي شوية أكثر، أيضا محتشم، ولكن يعني في ألوان، في روح، يواكب العصر. نعم، والألوان تعطي طاقة يعني. صحيح. بصراحة خلينا نكون واقعيين. أكيد. يعني أنت من هوايتك هذه تطورت وأصبحت مهنة، يعني كنت مهتمة في اللباس أو الملابس وصارت بالصدفة مهنتك. بالصدفة أثناء البانديميك. نعم. أثناء الكورونا، الجائحة اللي صابت إن شاء الله يعني ما ترجع. في عندنا وقت ضيق للطلعة، نروح على سوبر ماركت نشتري أغراضنا سريع، يعني أوقات سريعة. الأناقة راحت، ما نهتم بولا شيء. طبعا أنت بس همك تطلع وترجع، تريد تجيب الغرض من السوبر ماركت وترجع، يعني هذا أقصى رحلة أنت تروحها وتغير جو فيها. فطبعا قعدنا مع البنات. ذكرتيني تتذكر، فنقعد نقول لا مستحيل يعني نطلع بلبس الرياضة ونرجع بلبس الرياضة وشكلنا وشعارنا، لا. فحاولت أسوي شيء. أسست طبعا شركتي في المملكة المتحدة، وأخذت التراخيص بشكل كامل، وبعدها بلشت الرحلة. بلشت الرحلة كلها كانت أونلاين، والإمارات تحديدا دبي كانت سباقة، يعني ما كان شيء، ما في ريستركشن، ما في تحديد. يعني صحيح. البلد الوحيدة دبي كانت سباقة ومنفتحة ومنطلقة. نعم، في حدود، في ريستركشن، ولكن الكل كان يشتغل من البيت. نشتغل صحيح. دورات كنا ناخذ من البيت، كل شيء كنا نسوي. لا، لم تتوقف الحياة بشكل كامل، مع أنه كان في
حظر او كان تحديد. في صحيح. الحجر المنزلي او الصحي، لكن لم تتوقف الحياه، كانت البيئه متوفره، بيئه العمل او الانفراستراكشر، وضلينا العمل عم عن بعد نشتغل. نعم، صحيح، كان الموضوع وندرس فعلا. وفعلا بلشت في التصميم وطلعت، كان شويه في صعوبه لان الوقت كان ضيق يعني. نعم. ولكن الصبر حلو. صحيح. وفعلا وبلشت. يعني احنا دائما نقول رب ضارة نافعة. يمكن احنا مثل ما ذكرتي انت اوقات كورونا ما حد يبغيها ترجع، ولكن الكثير من الناس استمدوا شغفهم يمكن من قعدتهم صحيح. في البيت بينهم وبين اكتشفوا نفسهم، امور عن اكتشفوا امور انفسهم كثيره ومواهبهم. طيب اليوم انت يعني احنا كلنا نعرف بان الاهل دائما يعني يرغبون الاستقرار، وايضا نقول يمكن نعم الاستقرار لاولادهم. اليوم اهلك انت كيف كان موقفهم مع هذه القرارات اللي اتخذتيها؟ هم اول الداعمين يعني. دائما الاهل اول الداعمين. اول الداعمين في الفئه الدافئه. الفئه الدافئه عاده هم اول ناس يشترون من عندك بالتسويق، وهي الفئه الدافئه، الاخت، الخاله، صحيح. الام، الاقرب يعني الاقرب شيء، ومن ثم هم يلبسون ويطلعون للعالم. وبعدها مثلا صديقتها اللي اقل، صديقتها من بعيد، الناس البعيده، الفئه البارده اللي تجي بعد الأقارب أو نقول الأخف شوية. فصارت بدت المعرفة عن التصميم وعن الأزياء نفسها وعن فكرة الزي نفسه من خلال الأهل. كانوا أول الداعمين ولا زالوا لحد الحين. نعم، الله يخلي لك اياهم يا رب. نحن عم نشوف بعض اللقطات الآن من تصاميمك أستاذة نهاد، يعني عم نشوف إنه أنت بعيدة كل البعد صراحة عن تصاميم تقليدية. نعم. من وين لك هذا الإلهام بهذا التصاميم؟ في فترة من الفترات أنا عشت في كنت في منطقة اسمها كنتبري في المملكة المتحدة، وكان جالية كبيرة من اليابانيين موجودين، فكنت أختلط فيهم بكثرة، يعني من الصبح بالجامعة لحد المساء تقريبا، يعني 7 8 نكون مع بعض باللاب. عندهم ثقافة وعندهم حضور، وما في تتغاضين عن هاي الثقافة بصراحة. وأنا بطبيعتي أحب الثقافة اليابانية بشكل خاص. مبين صحيح. ولهذا السبب وحسيتها أقرب، ما نريد نقول عملية. أيوة. وفيها تصميم، الفخامة في الخامة. حلو. الفخامة هي بالخامة نفسها، والتصميم يعني البسيط ولكن الراقي. يعني أحيانا السيدة، أنا كسيدة مش دائما أرغب أنه أضع الميك اب أو أعمل شعري، حتى أحيانا أريد أرفع شعري وأحط ممكن حمرة، شيء بسيط، ولكن مع هذا الزي يعطيني فخامة يعني. رقي، فخامة. نعم. يعوض عن نقطة أنت كنت دائما نعم نعم. وينلبس مع الهاي هيل، يعني مع الكعب العالي، العفو، مع الواطي، يعني ينلبس بكذا طريقة. شوفي يعني أولا يعني الشعب العراقي شعب مبدع. صحيح. كل أمانة يعني منو يعني يا كانوا في التصميم أو كانوا حتى في الهندسة مبدعين في التصميم، مبدعين في التصاميم يعني. ومنو ما يعرف أكيد زها يعني. صحيح. يعني زها حديد. زها حديد طبعا كانت يعني من أفضل الله يرحمها، من أفضل المعماريين، وكانت أيقونة على مستوى العالم، متجددة لها هنا في الإمارات، في كل دول العالم موجودة. نعم. فما شاء الله عليكم. نعم. يعني شهادتنا فيكم مجروحة. صحيح. هو بأهل العراق حبيبتي ومبدعين في العراق. هو كل العراقي، يعني العراقي دائما عنده النهر والزراعة. لما موجود النهر والزراعة فيكون عنده الإلهام شوية. وبعدين أحيانا يكون مو متعلم لكن نحات، يكون أمي لكن نحات. صحيح. يكون طبيب لكن رسام وعازف. صحيح. يعني الوالد هو فنان أيضا قبل ما يكون معماري. يغني يعني؟ لا، فنان. هو أول مؤسس مسرحي في دولة الإمارات. ما شاء الله. ما شاء الله. من 1963. فهو أول من بنى خشبة المسرح وأعمل نصوص مسرحية. كان بدايتها من أجل ولدي وخالد بن الوليد. مبدعة من ظهر مبدع. الحمد لله والشكر. الله يحفظكم. أكيد. طبعا المصممة نهاد السامرائي،
يعني احنا وصلنا وياك اكيد لختام الفقره، شكرا جزيلا لك عفواً. ونتمنى لك اكيد التوفيق. كل الله التوفيق يحفظك. في زيارتك القادمة إلى اليابان إن شاء الله. إن شاء الله. مشكورة، شكرا إن شاء جزيلا الله. لك.